خليني أقول لكم، أنا فعلا شخصية فاشلة جدا جدا في إني أداري على شمعتي. وأي حاجة حلوة بتحصل لي في حياتي تلاقيني بشاركها مع الناس عشان هما مثلا يفرحوا لي أو يفرحوا معايا زي ما أنا بفرح معاهم بالظبط يعني. بس خليني أقول لكم المفاجأة بجد يعني، إني أنا كل الحاجات الحلوة اللي في حياتي حكيت عنها باظت. والله العظيم فعلا حقيقي يعني ما كملتش. واكتشفت بعد كده ان الحاجة بتروح لما الكلام بيكتر عليها. ودي حقيقة يعني، الحاجة بتروح مننا لما الكلام بيكتر عليها. وعرفت متأخر قوي قوي ان استمرارية الاشياء مرتبطة بسريتها. فعلا دي حقيقة. ومش قادرة ان انا يعني فعلا اتجاهلها، لاني مريت بابتلاءات كتير جدا، مريت بمواقف كتير جدا في حياتي، وحاجات حلوة كتير راحت مني، وحاجات حلوة كتير جدا وقفت وما كملتش بسبب ان انا كنت بفرح واحكي عنها واتكلم، وفي الاخر ما بتنجحش، بتقف وما بتكملش. وكل ده ليه؟ لاني احيانا كتير بنبص للي حوالينا ونقول اشمعنى هما؟ ليه؟ ليه مش انا؟ طب ليه بيحصل معايا كده؟ طيب ليه ما اكونش انا اللي عندي الحاجة دي؟ ليه؟ ناس كتير جدا ما بتحمدش ربنا على الاوضاع والحاجات اللي هي بتكون فيها، رغم ان احنا لو بصينا حوالينا هنلاقي نفسنا ان احنا احسن من غيرنا بكتير، الحمد لله. احب اقول لكم، انا بقالي على السوشيال ميديا او على اليوتيوب دلوقتي 5 سنين. 5 سنين. انا فرحت قوي اول ما فتحت القناة، وكنت متحمسة جدا 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 بشكل مش ممكن تتخيلوه. كان حماسي ده ملوش حل. لو رجعتوا للفيديوهات القديمة هتلاقوا فيديوهات ممتعة قوي وحاجات ونشاط، وكنت بنزل فيديوهات بشكل مستمر. كنت فرحانة. وشاركت شاركت اليوتيوب مع صحابي وقرايبي ومعارفي وكل اللي اشوفه وقابله. انا عملت قناة، انا عملت قناة، انا عملت قناة، اتمنى تشجعوني. كنت مفكرة ان كل الناس ممكن تفرح لي زي ما انا بفرح لغيري كتير. هو مش انا لوحدي، هو تقريبا يعني بيتنا كله كده، احنا بنحب الفرحة للناس، بنحب نفرح مع الناس. بنفرح لغيرنا لما بنلاقي بنت بتتجوز، بنقول الله يهنيها ويسعدها ويسطر البنات كلها. لما بنلاقي حد ما شاء الله ربنا كرمه اشترى عربية جديدة، الله يتم عليه، الله يكفيه شر طريقه، الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يدي خيرها ويكفيه شرها. لما بنلاقي حد مثلا بيوظف في شقته، الله يعينك ويقويك. دايما كنا متربيين على كده، واحنا طلعنا لقينا نفسنا كده. تمام. لما يكون حد بيفتح مشروع جديد، ولا بيعمل وصفات اكل بيت ولا كده، تمام، الله يحسن ما بين ايديك، الله يتم عليك رزقه، الله يوسع عليك. والله حقيقي دي اللي اتربينا عليها، دي اللي طلعتنا ماما عليها فعلا وبابا، ان احنا نفرح لكل الناس، ونحب ان احنا نشاركهم فرحتهم، وندعي لهم بالبركة دايما، علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليهم ويديهم. وما نتمناش ابدا ولا نبص لحاجة مش في ايدينا او في ايدين غيرنا. الواحد كان مفكر علشان هو طالع كده او متربي كده، تمام، كل الناس هتكون زينا مثلا، او كل اللي حواليك هيكونوا زينا. فرحت قوي وعملت القناة، وعملت الفيديوهات اللي انتوا شايفينها، وكنت متحمسة. وكملت الشروط. وقت ما عملت القناة كان ليها قصة طريفة قوي، ان انا كان في بداية كورونا وجاتني كورونا، وعملت القناة وانا نايمة في كورونا، في العزل، عزلة نفسي في أوضة لوحدي. تمام. عملت القناة وابتديت اشتغل عليها، وكملت 1000 مشترك وانا عندي كورونا، وانا قاعدة يعني. كان عندي فيديوهات مصوراها كده من باب المتعة، يعني ان انا بحب المطبخ قوي. انا ليا اكتر من اهتمام يعني بحبه.
بحب شغلي اللي كنت بشتغله، ودلوقتي طبعا قاعدة في البيت ما بشتغلوش عشان خاطر الولاد واتفرغت لولادي يعني. آم، كنت بحب المطبخ قوي وما زلت بحب المطبخ قوي. انا من عشاق المطبخ، يعني ان انا اقف في المطبخ واستمتع كده وانا بعمل حاجة بمزاج وبمتعة كده ان انا حباها. تمام. وافنن في اي حاجة، او حتى لو هعمل اكلة عادية زي اللي انتوا شايفينها النهاردة، او غدا زي النهاردة ده، بس بعمله بحب. كل رشة ملح برشها، كل حباية بحطها، كل تقليبة بحطها، ببقى مبسوطة وفرحانة ان اللي هياكل من ايديا هيكون مبسوط، وهيلاقي طعم الاكل جميل. ببقى بعمل الحاجة بحب، فبتوصل للي قدامي بحب، فبتطلع جميلة ونفسها جميل. ده فضل من ربنا عليا. كنت بحب اصور دايما لما بيكون في حاجة زي كده. فنزلت بداية فيديوهاتي وانا كنت تعبانة سبحان الله، وكملت ال1000 مشترك. تمام. في ظرف اقل من شهر. وبعد كده سبحان الله مفيش كام شهر وكملت ال4000 ساعة. وفرحت قوي ان انا خلصت الشروط بسرعة جدا، والحماس اخدني واشتغلت فيديوهات واشتغلت على نفسي، وكنت فرحانة وشير هنا وشير هنا وشير هنا. ومن هنا بدأ الكلام يكتر، ومن هنا بدأ كله يسأل قبضت كام وبيجيلك كام يا جدعان. لسه احنا في البدايات وبنقول يا هادي. قبض ايه؟ هو احنا اول ما هنخبط الباب هنلاقي القبض على الابواب؟ لا، مفيش الكلام اللي انتوا بتقولوه. محدش مصدق، ومفكرين ان احنا بنخزي العين، وان احنا ايه تمام بنكذب عليهم. والله ما بنكذب. انا ليا 5 سنين على اليوتيوب ما قبضتش جنيه واحد. ما قبضتش جنيه واحد فعليا. طب هتقولولي مكملة ليه؟ عندي امل. دايما مش بقطع يقيني بربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. مهما زادت الابتلاءات في حياتي الشخصية او في اي حاجة بمر بيها، ببقى دايما فاكرة قول الله عز وجل: كلا إن معي ربي سيهدين. والله العظيم دايما بقول لنفسي إني كلا إن معي ربي سيهدين. يقين، يقيني في الله يقين. مكملة بعد 5 سنين على قناتي، وما زلت ولسه عندي أمل إن في يوم من الأيام هتكبر، أو هيكون ليها بصمة. تمام. عشان يقيني في الله يقين. اتعلمت دايما في حياتي قاعدة حلوة قوي. تمام. ماشية عليها، ومبدأ بقيت في حياتي من كتر الابتلاءات اللي مريت بيها في حياتي. كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيعوضني. تمام. ومش بيسيبني. تمام. كنت دايما بقول لنفسي: الضربة اللي ما بتموتنيش، الضربة اللي موتتنيش بتقويني. طالما موتش من الضربة دي خلاص يبقى أنا بقوى وحشد، والهمة بتاعتي هتشد. وإن شاء الله إن شاء الله تمام اللي جاي أفضل واللي جاي أحسن. وكل ما يحصل معايا حاجة أقول لنفسي يعني thank you next. شكرا. اللي بعده. يلا. بقلب صفحة أي حاجة بمر بيها، أو أي ابتلاء أو أي مشكلة. حتى لو كان الابتلاء ده في صاحبة غدرت، في قريب أذى، في كلام اتقال، في حاجة وجعتني، حاجة تعبتني، علاقات باظت، بقول لنفسي شكرا. اللي بعده. ما بقفش. هقف ليه؟ طب هقف ليه؟ حياتي هتوقف ليه؟ اصحاب خذلوني، هقف ليه؟ شغل ضاع، شغل باظ، حلم ضاع مني. شكرا. اللي بعده. اشوف الجديد. ايه اللي هيبقى في حياتي؟ شخصية طلعت مش نظيفة في حياتي، ودي مريت بيها الفترة الأخيرة كتير قوي 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 قوي.
إني قابلت شخصيات وعشرتهم سنين وكانوا 10 سنين بالنسبة لي، وما تخيلتش في يوم إني أتصدم فيهم. لقيتهم مش نضاف خالص خالص، وطلعوا أوحش مما كنت أتخيل، وطلعوا في قمة الوطيان والندالة. ومع ذلك قلت شكرا. اللي بعده. لازم يكون عندنا بجد، يعني اللي أنا شايفاه إن لازم يكون عندنا سرعة استشفاء من أي مواقف بنمر بيها، ونخلي دايما يقيننا في الله يقين. اخلي دايما حياتي ما توقفش عند حد معين، ما توقفش عند ابتلاء معين، ما توقفش عند موقف معين. انا ايه اللي هيوقفني طيب وهم اصلا تمام؟ آه، ملهمش لازمة في حياتي. اوقف حياتي علشانهم ليه؟ هم حياتهم تمشي وانا حياتي اللي تقف؟ لا، مش هتقف والله، وهفضل عافر معاكم. حتى وانتوا شايفين صوتي تعبان وانا تعبانة، لكن بقول الحمد لله. إيه، وبقول إن شاء الله بكرة هتحلو، والدنيا هتتغير، والحلم اللي أنا بحلم بيه إن شاء الله يتحقق، وأحلام كتير عندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى إنها تتحقق. واثقة من كل قلبي إن الكريم إذا أعطى أدهش، عطاؤه ليس له حدود. ربنا سبحانه وتعالى إذا ادانا بيدهش، حقيقي بيدهش. خلينا دايما نقول إن إحنا ما نألفش نعمة موجودة في حياتنا. لا تألفوا النعم لدرجة إن إحنا ما نشوفش نعيم ربنا سبحانه وتعالى علينا. يا جماعة، كل واحد يبص للي في إيده وما يبصش للي في إيد غيره. الحيطان ياما بتداري والله، انتوا مش عارفين اللي جوه ايه. انتوا مش عارفين اللي قدامكم مر بإيه أو شاف ايه في حياته علشان خاطر يوصل للي هو وصل له. ليه نحسد وليه نبص وليه نقر وليه كذا وليه كذا؟ ما تخليكوا في حالكم. انا عايزه اقول لكم مش انا لوحدي اللي وقفت، يعني يمكن ناس تانية كتير دخلت في حياة اعز الناس ليا، تمام، و برضي كتر الكلام وقفوا. احنا قلنا من البداية ان الامور مرتبطة فعلا نجاحها بسريتها، لكن دي قناة على اليوتيوب هنخبيها منكم ازاي؟ مش هنخبيها. دي حياتنا اللي احنا بنتعامل بيها وبنحاول يعني نقرب من ناس معينة فيها. عايزين نعمل وصفات، نعمل أكلات، نعمل حاجات مفيدة ممكن تفيد ناس معينة وممكن تتبسط منها، تمام. فقولوا يا رب يبارك، قولوا يا رب يبارك، وكلنا بنقول يا رب يسعد كل الناس كلها. أنا بقول يا رب الدنيا كلها تكبر. كنت بحب أفرح قوي لو حد فتح، وأشجع وأقول افتحي واعملي لعل وعسى يكون باب رزق ليكي تاني، يوسع عليكي ويرزقك منه، وتكون فتحة خير عليكي وعلى ولادك. زي ما احنا بنحب الخير لغيرنا، ربنا سبحانه وتعالى أكيد هيدينا. وزي ما قلت لكم والله الكريم إذا أعطى أدهش، وأنا كل يقين في الله إني مسيرها في يوم هتتعدل وهتتغير، وأنا واثقة من كده كويس قوي، واللي جاي أحلى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم ويكون مختلف عن كل